هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معانا ميني بيتزا، ان شاء الله بعجينه قطنيه، وهنعملها بالجهاز بتاعنا اللي هو جانو، الماركه اللي هي هايبر بلس ميكسر. كنت عملت قبل كده هايبر، بس كانت برضو من جانو، دلوقتي هايبر بلس. تمام، دي بتيجي بمميزات اكتر شويه من التاني. بيجي فيها غطا، الغطا اللي هو الاكريليك ده، علشان يمنع مثلا ايه انه الدقيق يطلع بره او اي حاجه تطلع بره يعني منه او كده. وطبعا نفس الملحقات بتيجي، الثلاث ملحقات بتاعه والحله الاستانلس، وكل التفاصيل دي بتبقى موجوده يعني فيه زي الجهاز التاني بالظبط. هو بس بيختلف فيه شويه حاجات، زي قلنا الغطا الاكريليك اللي بيبقى موجود، وكمان في اضاءه ليد هوريها لكم في الفيديو ان شاء الله. اول ما بنشغله بيعمل اضاءه ليد كده تحت في الحله الاستانلس دي، علشان ينور لنا المنتجات. اول حاجه هنبدا في الخطوات بتاعتنا. بنجيب نص كيلو دقيق، لازم يكون متعدد الاستخدامات، بيبقى افضل يعني في العجائن عامه وفي المخبوزات. وبعدين رشه ملح، وهنحط كمان خميره فوريه على قد مثلا معلقه من الخميره الفوريه، معلقه صغيره. تمام. وكمان هنحط معانا دي زبادي انا كنت عاملاه في البيت، بعمله في مكنة الزبادي، عندي مكنة فبعمل بيها يعني الزبادي في البيت، بتطلعها الصراحة خطيرة جدا. فخدنا كوباية زبادي، ما عندكيش طبعا ممكن تجيبي زبادي من بره عادي. ونبدأ ان احنا نقفل، ونبدأ ان احنا نشغل الميكسر بتاعنا. شوفوا اول ما نورنا، اول ما فتحنا وشغلنا زرار التشغيل بدأ يعمل ليد من تحت ينور. حتى لو انتي واقفة في اضاءة مش كويسة هيبدأ ان هو ينور لك كل ال الاستانلس اللي تحت، الحلة الاستانلس بتاعتك اللي تحت، فيبان الشغل يعني. خلاص. احنا كده بنعمل بس ميكس لكل المنتجات اللي هي كل المكونات اللي احنا حطيناها، زي مثلا الزبادي والدقيق والملح والخميرة. ودلوقتي هنضيف كمان معلقة صغيرة من السكر، علشان الخميرة تقدر ان هي تشتغل. دي مش بتدي اي طعم مسكر ولا اي حاجة للعجين يعني، مش بتأثر قوي، بس هي بتخلي الخميرة يعني تشتغل تمام. ولو انتي ضامنه الخميره بتاعتك مش شرط ان انتي تحطيها وتعملي لها اختبار في ميه دافيه بره، ممكن تشتغلي بيها على طول. حطينا كده معلقه السكر، وحطينا كمان الميه اللي احنا هنعجن بيها، كميه الميه المناسبه يعني. طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني، فعلى حسب انتي مستخدمه ايه تحطي كميه الميه وبنظرك يعني. وهنا في معلقه سمنه كمان، دي بتضيف طعم وطراوه خطيره للعجين بصراحه. تمام. معلقه صغيره كده سمنه. وكل ده وهو شغال عادي يعني. ممكن الفكرة بقى من الجزء اللي هو المفتوح من الغطا الاكريليك ده، ان انت بتضيفي منه كل حاجة، ومن غير ما يحصل طرطشة او بهدلة للمكونات اللي انت بتحطيها تحت. خلاص كده. وطبعا انا مش ما تصورتش الحته دي، انا ضفت زيت كمان. ضفت زيت كمان يعني مثلا على قد ربع كوبايه زيت كده ولا حاجه للعجين. كده خلاص خلصنا، فتحنا على العجينه بعد ما مثلا اتعجنت حوالي 10 دقايق بالميكسر بتاعنا او العجان بتاعنا. نبدأ ان احنا نخرجها من الحلة الاستانلس. انا بس بوريكم الملمس بتاعها، ان هي بتكون فيها سنة تلزيق بسيطة، مش يعني. وشوفوا ما شاء الله الطراوة بتمط عاملة زي اللبان. هي بس لازم يكون فيها سنة التلزيق البسيطة دي، مش بتلزق بقى ان هي تزهقك بقى وما تعرفيش تشتغلي بيها، لا، بس بيبقى فيها سنة تلزيق بسيطة. دي بتفرق هنا. بس في الحلة انا هحطها في قلب الحلة تاني بتاعتها عادي، مش هطلعه، اخليها تخمر فيه نص ساعة ولا ساعة الا ربع، على حسب ما الجو عندك انتي مظبطاه في البيت بتاعك. حطينا شوية الزيت في الأرض بتاع الستانلس، وبعد كده غطيناها بالكيس علشان وشها ما ينشفش، وهنسيبها على جنب. ونبدأ بقى في الخطوات التانية بتاعتنا. انا كده خلاص قفلته وسبته على جنب. خلاص كده. انا الميني بيتزا بتاعتي النهارده انا هعملها بالسجق. انا عندي سجق بلدي، ده سجق من جزار، مش سجق اللي هو المتلج ده المجمد، لا ده سجق بلدي، بيبقى فيه الصراحه طعم ونكهه خطيره. ما بيحتاجش ان هو يتضاف له اي توابل غير حاجات بسيطه خالص خالص يعني، عشان ما تطغيش على الطعم. بنقطعه كده قطع صغيره. كده خلاص قطعنا الكميه بتاعتنا كلها. وهنبدأ نضيف عليه شوية إضافات تانية زي فلفل وطماطم.
تمام، وهاقول لكم برضه خطوات الترتيب بالضبط اللي إحنا بنعمل بيه السجق، عشان أنا مش عايزة الخضرة بتاعتي تدبل أو إن هي تروح، لإن هي دي اللي هتبقى موجودة على الmini بيتزا بتاعتنا، فهتدّي الطعم في الآخر والجرشة الحلوة. هنا من غير أي مادة دهنية نزلنا في الwok بتاعتنا أو طاسة السجق من غير ولا نقطة زيت ولا نقطة سمنة ولا أي حاجة، يعني هو كده بيبقى فيه الدهون بتاعته بتنزل. تمام، هنفضل بس إن إحنا نشوّح فيه على نار عالية عادي طالما إحنا واقفين قدّامه، نفضل نقلّب. أنا بس هنا باورّيكم إن إحنا بعد التقليب شوية بتبدأ تنزل المادة الدهنية بتاعته كلّها، فمش محتاجين أبدًا إن إحنا نزوّد الدهون بدهون يعني. تمام، لمّا يدخل بس كده في الدبلان شوية أو إن هو يبدأ يدخل في السِوَى، هنبدأ إن إحنا نحط الخضار بتاعنا. أنا هنا زوّدت بصل وقطّعته رفيّع جدًا. تمام، بحيث إن هو يدبل معانا وما يبانش طعمه وإحنا بناكل البيتزا، كان طعمه خطير بجد. أنا ما كنتش باحط بصل الصراحة، ولكن المرّة دي حبيت إن أنا أضيف بصل، بصلاية صغيّرة وقطّعناها رفيّع كإننا بنقطّعها بصل الكشري كده. اللي هو تقلية الكشري. تمام، وحطيتها مع السجق وفضلنا نقلّب كلّه مع بعضه لحد ما يدخلوا في السِوَى، بس مش عايزاهم يدبلوا أوي، لإن أنا عايزة الخضار باين شوية وإحنا بنحطه على الmini بيتزا. هنا حطيت بس فلفل أسود وتوابل مشكّلة وملح، سِنّة ملح برضه بسيطة لإن هو بيبقى متّبل، بس عشان الخضار اللي إحنا حطيناه يتنكّه هو كمان بس. برضه هنفضل نقلّب حاجة بسيطة خالص وهنسيبه لمدة 5 دقايق بالضبط، وبعد كده هنطفي عليه. أنا مش عايزة الخضار يدبل. دلوقتي أنا طلّعت العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، وهاقسم بس جزئين كده عشان أعرف أشتغل، لإن الرخامة عندي مش كبيرة. تمام، هنبدأ إن إحنا نفردها، تفردي بقى بإيدِك، تفردي بنشّابة، أي حاجة، المهم إن هي تتفرد يبقى السمك بتاعها صغير. أنا مش عايزة سمكها عريض لإنها لمّا بتدخل الفرن كمان يعني بتنفش أكتر. تمام، أنا هنا هاجيب النشّابة وهابدأ إن أنا أفرد بيها أحسن، تبقى الفرد بتاعها أضبط وتدّيني السمك اللي أنا عايزاه في كل العجينة. تمام كده؟ خلاص أنا هاجيب المَج بتاعي، ده المَج ال يعني بُقُّه واسع شوية عشان أنا عايزة الmini بيتزا بتاعتي ما تكونش صغيرة أوي، فهابدأ إن أنا أقطّع بيها، باحط المَج كده زي ما أنتم شايفين وأبدأ ألِف فيه بحيث إن العجينة تتقطع، الدايرة تتقطع. تمام؟ كده إحنا خلّصنا الmini بيتزا، هي دي طريقتها، يعني أسهل طريقة ليها الصراحة. وبنبدأ إن إحنا نشيل الmini بيتزا اللي إحنا عملناها، والعجين اللي بيتفضّل ده بنلمّه تاني ونكوّره مع بعضه ونسيبه على جنب، وناخد العجين الجزء التاني منه. ده طبعًا صاج أنا بافرد عليه زيت وباشيل الmini بيتزا. أنا بس هنا غلطت غلطة إن أنا ما حطيتش طبقة زيت أو طبقة دقيق قبل ما أفرد العجين. لو كنت حطيت طبقة زيت كانت طلعت معايا بسهولة. المرّة اللي بعدها أنا حطيت يعني القطعة التانية بعد كده بقيت أحط طبقة زيت خفيفة دي بس نسيتها يعني. هنا جهزت الصلصة بتاعة البيتزا. أنا عندي صلصة كده متفرّزة، حطيت عليها ملح وفلفل أسود وتوابل مشكّلة وبصل بودرة مثلًا. بس كده، يعني هي مش محتاجة أكتر من كده، تقليبتين وبنطفي النار وبنبدأ نشتغل بيها عادي يعني. تمام، دي الصلصة بتاعة الmini بيتزا، بصل بودرة وتوم بودرة أساسيين مع الفلفل الأسود وتوابل مشكّلة وسِنّة الملح اللي أنتِ هتضيفيها على حسب الtaste بتاعِك. كده الصلصة خلصت وحطينا الميني بيتزا في الصاج بتاعنا، طبعًا صاج مدهون بالزيت، صاج مدهون بالزيت. نبدأ إن إحنا بفرشة نوزّع كل الصلصة بتاعتنا والأفضل إن أنتِ تزوّدي الصلصة خصوصًا على الأطراف علشان لمّا بتحطيها في الفرن الصلصة أصلًا يعني بتفتح كمان، لونها بيبقى أفتح يعني. فبنحط بقى الصلصة بتاعتنا على كل الميني بيتزا اللي موجودة معانا. وبنخلّص بقى كل الكمية بتاعتنا كده علشان نبدأ إن إحنا نجهّز في الخطوة اللي بعد كده. أنا بقى في الفترة دي أول ما بابدأ إن أنا أحط الصلصة على السيجان اللي هو الميني بيتزا اللي أنا عملتها، بابدأ إن أنا أولّع الفرن بقى. يعني أنا لسه هاخد وقت مثلًا حوالي ربع ساعة كمان في الشغل الباقي، إن أنا أحط مثلًا الtopping وإن أنا أبدأ إن أنا أجهّز بقية السيجان كلّها وأدخّل الفرن، فهاخد مثلًا ربع ساعة والّا حاجة. هنا حطيت السجق بالخضار. تمام، أنا في المرحلة دي خلاص بابدأ إن أنا أدخّل الفرن على درجة حرارة 200، درجة حرارة 200، ما تعملوش على درجة حرارة قليلة أقل من كده يعني. المخبوزات بتحتاج درجات حرارة عالية بحيث إنها تستوي مرّة واحدة وما تبقاش بطيئة فتنشف. إحنا عايزين تحافظ على الطراوة بتاعتها. ده كان الصينية التانية، الأول صاج خلص، دي كانت الصينية التانية هنعمل فيها برضه كل اللي إحنا عملناه.
فردنا وعملنا كل حاجة، وبعد كده هنا بنبدأ نحط الصلصة برضو بتاعتنا. فبقول لكم ان المخبوزات الافضل ان هي تتحط في درجة حرارة عالية بحيث ان هي تخلص وما تنشفش معانا. واول ما الارضية بتاعت الميني بيتزا تاخد اللون، خلاص احنا كده بنبقى خلصنا. ممكن نفتح عليها الشواية حاجة بسيطة وخلاص. ولو تلاحظوا في الفترة دي انا ما حطيتش جبنة الموتزاريلا. انا استنيت لما خلصت كل السيجان ودخلتها الفرن استوت من تحت وبقت كويسة. انا بدات اطلع السيجان واحط الجبنه الموزاريلا بتاعتي. يعني هنا اهو الصينيه دي كانت خلصت، استوت من تحت وكل حاجه، بس الجبنه الموزاريلا لسه انا ايه ما دخلتهاش الفرن، يعني لسه ما مسحتش باينه قدامكم، يعني صحيحه كده. فانا ببدا ان انا احط الجبنه الموزاريلا بعد ما البيتزا او ميني بيتزا بتاعتي تستوي وتطلع من الفرن. ببدا احطها على الوش وادخلها على الشوايه. ما بتاخدش يعني وقت خالص، انا مش عايزاها تاخد لون، مجرد بس ان هي تسيح وتدخل كده في الذوبان انا بطلع البيتزا على طول. تمام، هي كده خلاص. دي الطبق ده كان دخل الفرن خلاص، اللي هو الصينيه دي، وخدت الجبنه الموتزاريلا بتاعتها ساحت وبقت مية مية. سمك الميني بيتزا ده ممتاز، لو اتخن من كده هتبقى كأنك بتاكلي قرصة او عيش. لا، هو الحجم المتوسط ده ممتاز. احنا كده خلاص خلصنا كل الكمية بتاعتنا. اتمنى ان الطريقة دي تعجبكم وتستخدموا العجان. اي واحد عندها عجان بجد ما تركنهوش، في منتهى الجمال والله العظيم. وبعدين بيسهل عليكي بقى ايه حوار ال العجن ده مقرف الصراحه، انا ما بحبوش ان انا اعجن بايدي، فاحسن حاجه ان انا بشتغل بالعجان. هنا كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا حبايبي، اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.